وبتاع، بقيت انا اللي ماشي اسندهم. خد الجروب كله محل برفيوم عشان نقعد نشم برفيوم، والراجل يقعد يدينا خطبه في حاجات احنا اصلا واحد حد قال لك ان احنا عايزين برفيوم، فاهم ازاي؟ تمام. المكان بقى اللي رحنا عملنا فيه سنوركلينج ده، وده طبعا زي استراحه، وفي غدا بقى. غدا يا عم، غدا يبقى عباره عن رز وفراخ وسلطه. طبعا رز قد كده، فرخه ميته قد كده، وشويه سلطه بقى طبعا اللي هم عدى عليهم الزمن قد كده. يعني ده انكلودد في الرحله. تمام. اللي مش انكلودد بقى البيبسي، العصاير، الجو ده. وبعدين ما شاء الله ما شاء الله يعني عندهم كميه زباين بالهبل. الغريبه انك تخش الحمام واحد واقف عايز فلوس، تخش عايز تغسل واحد واقف عايز فلوس. الكلام ده مش موجود في دوله، في اي دوله في العالم، فاهم؟ في اي مكان بيعملوا فيه بيزنس بيبقوا يعني اللي هو عايز يدفعك في اي حاجه، بس مش للدرجات دي. يعني مش اللي هو النفس اللي بتشمه دفعك عليه فلوس. طب هل بقى بص مثلا الحمام ده اقسم بالله يعني حاجه تقرف. اللي هو معلش يعني ما فيش بيت في مصر فيه حمام زي كده، او ما فيش مكان في مصر لو انت مسافر على الطريق الزراعي ونزلت دخلت الحمام مش هتلاقي حمام كده. كيف بقى في منطقه سياحيه سياح بيجيلك من كل حته في العالم، تدخله يغير في اوضه عليها حته خيشه عشان مش مستخسرين يجيبوا ستاره نظيفه، مش باب وبتاع بقفل وبتاع، وكمان مستخدمين يجيبوا ستاره نظيفه. 3 4 حمامات بيخدموا على 200 واحد 300 واحد، تروح تستحمى حاجه يعني. انا شفت جنسيات كتير يعني بيعملوا بيزنس وبيشتغلوا في بيزنس وي 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 بس مش بالطرقات. انا مش بعيب فينا كمصريين. مثلا في اي مكان في الدنيا لو واحد امن العقاب خلاص بقى، ما انا فاهم. اصلا انا مثلا هجيب باب ليه؟ هصرف باب ليه؟ ما انا الزبون اللي عندي ده بيجي ويمشي، مش في دماغي. مفيش ستاندرد، انا مش ملزم بستاندرد. ايه اللي بيحمي المشتري؟ التريد ستاندرد، حمايه المستهلك. ده ايه اللي بيحميني؟ ان انا من اي بيزنس ليا ليميت او مينيمم من الكواليتي لازم تبقى موجوده في اي سيرفيس انا بدفعها. من ضمنها السيفتي، الامان. انا مثلا ما اروحش اكل في مطعم ما فيهوش وسائل امان، فاهم ازاي؟ ما اركبش مثلا عربيه مش على ستاندر معين، او ما فيهاش وسائل امان معينه، مثلا ان هي بتعمل فحص دوري او كلام من ده. الحاجات دي مين اللي بيبقى رقيب عليها؟ التريد ستاندر. من غير ما هي تكون موجوده خلاص اللي بيعمل بيزنس هياكل الكونسيومر او هياكل الكاستمر بتاعه، مش هتفرق معاه. فدي نقطه انا حبيت بصراحه انوه عليها. دي حاجه سيئه، معامله الناس، قله الادب والشتايم. طبعا انت بتشتم والجست كله بالشتم وتقل ادب عليه ويسب لهم بدون سبب، مجرد ما بيدولوش تيبس او وده برضو مش لان الناس وحشه، ده لان الرقابه عليهم مش موجوده.